لكم كيف ضعفت. فاليوم رح اخبركم. سو بيسكلي انا لما جيت على دبي كان وزني 52 كيلو وكنت هالقد وبعدين انسحت صرت 65 كيلو، انسحت 13 كيلو بفترة سنة اللي هي الكورونا. ليش انصحت يا ترى؟ لأنه أنا أعمل ايموشنال ايتر، يعني لما أفرح باكل، لما أزعل باكل، لما أكون زهقانة باكل، بحب الأكل وبستمتع بالأكل كتير، مش باكل مشان خلاص أكل وأخلص من الموضوع. بس اللي كان يزيد على الموضوع انه صار انه كنت دائما البس واسع، كنت لسه جديدة فايتة على السوشيال ميديا وعم بلبس واسع واسع واسع، مش عم بفهم لجسمي. ولما ضليتني زيد وزن ما عم صرت افهم لجسمي اكتر، فما عم بفهم شو الثياب اللي بدي البسها، فتبيني انصح من ما انا. عرفتوا كيف؟ فانا رح اخبركم كيف ضعفت. اللي عملته فقت يوم من الايام وكنت كتير كرهانة حالي، وانا ما وصلت لمرحلة انه كرهت حالي. لما حسيت انه انا وصلت لهي المرحلة قلت خلاص I have to change. شفت مرة خالد العامري عم مشترك مع بروجرام وكتير نحف وكتير ملتزم وهيك، فسجلت مع البروجرام. بيسكلي جيم وكمان اكل. هلا ما بيبعتوا لنا اكل بس بيحكوا لنا مع أخصائية تغذية وهي بتقلنا شو لازم ناكل. فأنا وصفت لي 1200 كالوري. هلا أنا قلت لها لازم أعمل أقل. هلا شو كان جوابها؟ قال ما بعمرك تقللي، لأنه أنت هلا بفترة دايت. لما هلا تكوني عم تاخدي 700 كالوري وبعدين بس تخلصي الدايت تصير بدك تاخدي 1200 كالوري، خلص جسمك صار متعود يحرق 700 كالوري، فأنت عم تضري حالك أكتر من ما أنت عم تكوني عم تفيدي حالك. ولكن 1200 كالوري is perfect for you. فلازم تعرفوا قديش exactly وزنكم وعمركم وحركتكم قد ايه انتوا لازم تاكلوا. اوكي سو بيسكلي صرت اروح على الجيم 3 مرات بالاسبوع، وكمان اكل 1200 كالوري. هون يحطوا لي كمان الاكل اللي لازم اكله. هلا بعد هيدي الستوري احط لكم السكادجول اللي كانوا عاطيني اياه. هلا كمان غير هيك انه بعدت عن السكر، بعدت عن الخبز، بعدت عن كل هدول القصص. even though هني كانوا سامحين لي ب1 دايت بيبسي every day، ما اخذ حتى لو ما فيها سكر، خلص ما اشرب غازات، ما اشرب اي شيء من هدول القصص، واكل يعني اكل كميه كبيره. بس شو تكون هي؟ بتكون يعني بيسكلي رز بني مع دجاج مع بطاطا. هلا انا كمان نزلت على فتحت صفحه اسمها يا رقيت على التيك توك، ونزل كل يوم شو كنت عم باكل وكيف عم بحسبهم وهيك. والتزمت اول شهر ب 1200 وما بعرف شو عد واحط على الميزان. بعدين خلص صرت افهم لجسمي شو اللي بنصحني وشو اللي ما بنصحني، وبطلت لا اكل خبز ولا اكل باستا ولا اكل شو بسموهن سكر ونشويات، خلص ما اكلهم.